يا مساء الخير يا صاحبي أو صباح الخير حسب ما بتشوفني امتى. لو سألتك مين هي أشهر بدوية في تاريخ السينما المصرية على طول هيجي في دماغك دور عبلة، الست اللي خطفت قلب عنتر بن شداد في الأبيض وأسود أو الألوان. بس لو سألتك تعرف ايه عن الست دي في الحقيقة، اسمها ايه مثلا، بدأت ازاي، وقصة حياتها الغريبة اللي أغرب من الأفلام نفسها، غالبا مش هتعرف. واللي يعرف هيكون عدد أقلية جدا من الناس. عشان كده كوباية شاي المتينة بتاعتك وتعال احكي لك حكاية الفنانة الكبيرة كوكا. هنا لكل حكاية عمق، نقرأ ما بين السطور في السيناريو. الست اللي سابت المونتاج عشان تبقى نجمة عالمية، والزوجة اللي جوزت جوزها بإيديها. بص يا سيدي، الحكاية بدأت يوم 7 مارس سنة 1917 في القاهرة. اتولدت بنت اسمها ناجية إبراهيم جلال بلال، بس الدنيا كانت مخبية لها اسم تاني خالص هيهز السينما كلها. ناجية ما بدأتش ممثلة، دي بدأت من ورا الكاميرا. كانت شغالة مونتيرة في الاستوديوهات، يعني بتقص وتلزق الأفلام. وهي شغالة في المونتاج عيون المخرج الشاب وقتها نيازي مصطفى لمحتها، ولكن مش الموضوع ماشي. مش بس لمحت فيها موهبة، ده لمح فيها شريكة عمره، وحصل بينهم قصة حب واتجوزها وظل معاها لآخر يوم في عمرها. أول دور عملته كان دور صغير خالص، زنجية أمريكية في مسرحية اسمها صندوق الدنيا، ومن هنا الحظ لعب مع لعبتها. شافها المخرج انجليزي وانبهر بملامحها المصرية الشرقية الأصيلة، وخدها وسافرت عملت بطولة فيلم بريطاني اسمه تاجر الملح سنة 1937. انت متخيل كانت فين وبقت فين؟ الست بدأت عالمية قبل ما تتشهر في مصر، ولما رجعت مصر تاني السينما عرفت قيمتها وبقت هي الخيار الأول والوحيد لأي مخرج عايز يعمل دور البدوية أو فتاة في الصحراء بملامحها الحادة. طريقتها القوية في الكلام وسمرها الجميل بيخليها هي الطب في أي دور. كوكا قدمت السينما في الفن والسينما من حوالي أكتر 30 عمل فني متميز، وطبعا كلنا فاكرينها في دور عبلة اللي قدمته في كذا فيلم برضه، أشهرها طبعا عنتر بن شداد سنة 1961 قدام وحش الشاشة فريد شوقي، والفيلم ده مكسر الدنيا لحد النهاردة لما بيتعرض. وقدام فيلم برضه رابحة مع بدر لاما وسراج منير. والجميل ان كوكا انها لما كبرت في السن ما قعدتش في البيت وفاجأتنا كلنا بدور كوميدي من طراز الرفيع. كلنا فاكرين فيلم انكل زيزو حبيبي سنة 1977 مع النجم محمد صبحي، لما عملت دور الست راوية الكبيرة في العزبة، لما راحت من البلد بتاعتهم او العزبة بتاعتهم وراحت قعدت مع ابراهيم سعفان. دورها كان عسل وفطسان من الضحك، وكان شاركت وأواخر أيامها في مسلسلات جميلة زي جحا وبنات شهبندر التجار سنة 1978. لكن بعيدا عن الأضواء والأفلام، كحياة كوكا كانت فيها حكايات تانية خالص. أكبر حكاية وأغرب قصة عن علاقتها بجوزها المخرج نيازي مصطفى. كوكا كانت بتحب نيازي حب جنوني جدا، لكن القدر ما كتبلهاش الخلفة، ولأنها بتحبه ومش عايزة تحرمه من الخلفة والإحساس الأبوة ده، عملت تصرف صدم الوسط الفني كله. هي اللي راحت بنفسها واختارت له عروسة تانية عشان يتجوزها وتخلف منه. واختارت مين؟ الرقاصة والممثلة نعمة مختار. الجوازة تمت بطلب من كوكا، لكن نيازي مصطفى مقدرش يستحمل البعد عن كوكا وحس انه محتاج لها، وحس ان مكانتها في قلبه مفيش حد يملاها، فما طولش وانفصل عن نعمة مختار ورجع تاني لكوكا اللي عاشت معاه لحد آخر يوم. وفي يوم 29 يناير سنة 1979 في مدينة الإسكندرية غابت عن عالمنا عبلة السينما المصرية بعد صراع قصير من مرض خبيث، وهي عندها 61 سنة، وسابت وراها تاريخ طويل وملامح كلنا بنشوفها على الشاشة بنفتكر الأصالة والجدعنة المصرية. دي كانت حكاية كوكا أو ناجية إبراهيم، الست اللي عاشت في صمت وسابت بصمة ما تتنسيش. لو عجبك الفيديو يا صاحبي ما تنساش بقى اللايك المتين واشترك في القناة يوصلك كل حكاية كل فيديو جديد من حكايات مجنون أفلام. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ورق سينما بين السطور، حكاية
بصوت محمد ممدوح مجنون أفلام.